مش معنى ان حاجه حرام انها بالضروره غلط، ومش معنى ان حاجه حرام وغلط انها مضره بنسبه 100%. لحم الخنزير حرام بالاجماع، بس لو قلت لك ان ما فيهوش بروتين ابقى كذاب، ولو قلت لك ان مش نص العالم بيعشق طعمه ابقى نصاب. في ايه في القران نفسه بتتكلم عن الخمر في سوره البقره، بتقول: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. يعني القران بيتكلم عن الخمر والقمار، اتنين من اكبر الكبائر، اتقال عليهم في موضع تاني في القران انهم رجس من عمل الشيطان، ومع ذلك بيقول ان فيهما منافع للناس. فما تجيش انت تكتب لي في الكومنتات انت ازاي اصلا تناقش فكره زي دي، ازاي تتكلم في موضوع زي ده، انت تقول حرام وتسكت، تقول الايه وتتكتم. يا عم لو بتسال عن الحكم الديني فهو حرام والفيديو خلص، بس انا مش هتكلم عن ده النهارده. انا هقول رايي الشخصي وتحليلي للموضوع والمكسب والخساره من غير ما نقول هو كده، اسمع كلامي وخلاص. انت بني ادم متعلم وعندك مخ تفكر بيه وعندك تفكير نقدي، تقدر تعرف الصح من الغلط، تقدر تفكر لنفسك، تقدر تفلتر الكلام اللي بتسمعه مني او من فلان او علان اللي بيتكلموا في نفس الموضوع. شغل مخك معايا. هنبدا الحكايه من الاول خالص، من تقريبا 10 سنين. ده كان بدايه محتوى المين لايف ستايل على اليوتيوب، وكان الرواد بتوعه هم الفا ام وتيتشنج مين فاشون واليكس كوستا. اسماء كبيره، اي حد متابع يوتيوب اجنبي اكيد هيبقى عارفهم. دول اول ناس بدات الموضوع ونشروا الفكره، وناس كتير قلدتهم وانا منهم، بس بالعربي، وفي ناس تانية ظهرت قبل مني بالعربي برضه. مش هقول اسماء قنوات عربيه عشان محدش يقول لي لا انا مش بقلد، ده بدات من الصفر. انا مش بشوف ان في حاجه غلط او عيب في التقليد، بالعكس انا دايما بنصحك انك تقلد اي فكره او تصرف او شخص يعجبك، وده اللي انا كمان بحاول اعمله واتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو. ما علينا. المحتوى ده كان بيتكلم بشكل اساسي عن 5 مواضيع: اللبس، الشكل يعني الشعر والدقن والبشره، الشخصيه، الفورمه، والبنات. وده مش شيء غريب لان الموضوع عندهم مهم وروتيني، واي شاب بيرتبط مره واثنين وثلاثه وممكن يفضل مصاحب كذا سنه ويخلف من غير ما يتجوز. ففكره الشقط عندهم فكره عاديه، واي شاب جامد شويه طبيعي ان البنات تبقى واخده جزء من حياته. ولما المحتوى ده اتنقل للعالم العربي كان في معضله، وهي انقل المشروع كله على بعضه ولا اخد منه اللي انا مقتنع بيه وشايفه مناسب بس. في ناس عملت الاولى وخلت جزء كبير من محتواها عن البنات، ازاي تصاحب، ازاي تشقط، ازاي تبقى زير نساء. وناس عملت الثانيه، شافت ان الموضوع حرام او عيب فلغت الجزء ده. اللي عايز استنتجه من كل الرغي ده هو ان البيك اب لاينز او طرق الشقط او تلبس ايه وانت رايح ديت ده مش محتوى تقليدي في العالم العربي. بس هل ده معناه انه بالضروره وحش؟ ما تنساش ان مش معنى ان حاجه ماشيه مع عاداتك وتقاليدك انها بالضروره مناسبه ليك، والعكس. فتعالى نحلل واحده واحده كده مميزات وعيوب انك تبقى راجل زير نساء بتكلم بنتين 3 جداد كل شهر وبتنزل ديت مرتين في الاسبوع. ونبدا بالمميزات. اول ميزه ودي ما فيهاش جدال واي راجل هينكرها انا بصراحه اشوفه بيكذب، وهي الثقه في النفس. اي انسان على وجه الارض يحب انه يكون مرغوب من الجنس الاخر، وبيتبسط لما يعرف ان في ناس معجبين بيه، لما يعرف انه مقبول او في حد تاني عايزه او شايفه جذاب. وده بالمناسبه في الشباب والبنات في الاثنين. في ناس بتنكر ده وبتشوفهم في الوسط بتاعك او تحت في الكومنتات بيكتبوا لك: والله العظيم ما يفرق معايا اي بنت، والله ما في دماغي، عليا الطلاق اي بنت ورايها تحت رجلي. ودول يا اما كذابين وده الاغلب، يا اما عندهم مشاكل نفسيه وهرمونيه ومحتاجه علاج. الحقيقه هي ان كلنا كرجاله بما فيهم انا وانت هنتبسط لما نعرف ان في بنت معجبه بينا، خصوصا لو البنت دي كانت موافقه للمعايير بتاعتنا كشكل وشخصيه وغيره. ولما الموضوع ده يتكرر مره واثنين وثلاثه بتحس انك جامد، بتحس انك جذاب، ثقتك في نفسك بتزيد. مش بس كده، انت ممكن تبص بصه فيها شويه غيره لزميلك في الدرس او جارك اللي انت عارف ان بنات كتير معجبين بيه، او ممكن تقول حاطين عينهم عليه، وده تحديدا اللي بتكلم عنه. بس السؤال هنا، هل الكلام مع البنات او الارتباط هو اللي هيخليك تحس انك جامد واثق في نفسك، ولا مجرد فكره ان في بنات معجبين بيه؟ لما فكرت في الموضوع ده لقيت ان الاختيار الثاني اقرب للصواب، وانك مش محتاج تكلم، تصاحب، تظبط، ترتبط عشان تحس انك جامد. انت بس محتاج تبقى متاكد من جواك انك مقبول ومرغوب فيك. الميزه الثانيه اللي بتكسبها من تعدد العلاقات هي الخبره، او انك بتنمي مهاره التعامل مع البنات. وده شيء محدش يقدر ينكره. اي مهاره في الدنيا بتتطور بالتدريب، وكل ما تتمرن اكتر كل ما تبقى اشطر. بمعنى انك اول مره تكلم بنت مش هتبقى عارف تتعامل ازاي وهتغلط كتير، تاني مره هتكون اتعلمت وبقيت احسن، تالت مره بقيت اشطر واشطر، ومع كل بنت جديده تكلمها هتكون عرفت اكتر عن اسرار التعامل مع البنات. والحقيقه ان دي فايده مش هتقدر تعوضها. يعني ممكن تاخد جرأه في التعامل مع البنات من المواقف العاديه من غير ارتباط، البنات اللي معاك في الدرس، في الدفعه، في الشارع، في اي مكان، التعاملات العاديه اليوميه. ممكن تتعلم ازاي تتكلم وتعمل علاقات وتبقى اجتماعي من التعاملات مع صحابك الرجاله. كل ده هينفعك طبعا وهيخليك تتعامل بشكل احسن مع مراتك في المستقبل. بس برضو خالد، اعتبر ان اسمك خالد اللي ارتبط 7 مرات قبل كده هيبقى احسن في التعامل مع البنات من خالد اللي ما ارتبطش ولا مره. بديهيات.
الفايده الثالثه هي المتعه اللحظيه او الشعور بالسعاده خلال الموقف. يعني وانت بتكلم اي بنت جديده مفيش شك انك بتبقى مبسوط ومستمتع وفي لحظه دوبامينيه من السعاده، عامله زي لما تاكل حته جاتوه او وانت بتلعب جيم فورتنايت او بتتفرج على فيلم حلو. اي فعل من دول بيديك احساس وقتي بالمتعه والسعاده، بغض النظر عن المستقبل انك ممكن تندم على الذنب او الوقت. انا بكلمك في اللحظه الحاليه بس، مفيش شك انك بتبقى سعيد. دي كانت المميزات او الفوائد. تعال بقى نشوف العيوب او الاضرار. اولا، انت كراجل لما حد يقول لك ان فلانه دي كلمت فلان وفلان وفلان وفلان، في كلمه واحده بتيجي في بالك، واظن ان انت كراجل ما تحبش ان الكلمه دي تنطبق عليك. بس الراجل غير الست والمفتاح اللي بيفتح كذا مش مقتنع. بعيدا عن الدين خالص، انا مش مقتنع بده. الراجل مش زي الست، الموضوع بيبقى اهون شويه لو انت شاب اكتر من لو كنت بنت. بس بشكل عام انا مش شايف انك لما تقول لي انا ارتبطت بفلانه وفلانه وفلانه، مش شايف ان دي حاجه المفروض تفتخر بيها. ما بتكلمش دينيا خالص، اعتبر اننا ملحدين. برضه مش شايف ان ده صح. هو لو مفيش دين كنا كلنا هنشرب خمره ونتفرج على اباحيه ونعمل الحاجات دي؟ اكيد لا، لان ده مش بس حرام، لا ده برضه غلط. فحتى لو ما كنتش مسلم خالص، انا مش شايف ان في سبب يخليك ترتبط بواحده مش هتتجوزها او مش ممكن تتجوزها. وده اكيد مش هيحصل بانك تتعلم الشقط وازاي توقف بنت في الشارع وتاخد رقمها في خطوتين، مش بتيجي كده. ففكره الشقط وازاي اكلم اصاحب اظبط ارتبط، انا شايفها غلط بعيدا عن ان هي حرام. زي ما انا شايف ان الاكل غير الصحي غلط. هو حرام ناكل من عربيه الكبده؟ لا طبعا مش حرام، لكنه غلط ومضر. غلط جسديا عشان بتضر جسمك وصحتك، وغلط نفسيا عشان بتتساهل وتسيب نفسك لرغباتك. فحتى لو الدين مش فارق لك، انا مش شايف انك هتستفيد حاجه من كونك خبير في الشقط، بالعكس هتتضر. ثانيا، عشان تبقى متعدد العلاقات او دير نساء، فانت بنسبه 99% لازم تبقى خاين وكذاب. لازم تبقى كل بنت مرتبط بيها فاهمه ان مفيش غيرها في حياتك وانك بتحبها وعايز تتجوزها. ممكن تكون انت بتقابل بنات عايزه تتسلى او تقضي وقت زي ما انت عايز تتسلى، بس غالبا مش ده اللي بيحصل. ولو بيحصل مع واحد منكم فاكيد مش بيحصل مع الباقيين. اللي بيحصل في 99% من الاوقات انك بتقول لكل بنت تعرفها ان هي حب حياتك وان هي اولويه بالنسبه لك وان مفيش غيرها وانك انت ناوي تتجوزها، وده طبعا بيبقى كده. ولو هدفك هو التسليه فانت هتسعى لانك ترتبط ببنات تانية، ودي خيانه. وحتى لو انت شايف ان دي علاقات حرام ما فيهاش خائن ومتخان، فانت ما زلت برضه بتكذب وبتخون وبتعود نفسك على ان ده شيء عادي تعمله بسهوله من غير تأنيب ضمير، من غير ما تحس انك مذنب. في ناس بتقول مع اول ارتباط رسمي هبقى ملتزم 100% ومش هبص لبنت تانية، بس هل انت شايف ان ده واقعي؟ انك تقعد طول حياتك تكذب وتكلم اكتر من بنت في نفس الوقت، ومره واحده كده بمجرد انك لبست الدبله تبقى ملتزم ومستقيم. طب يا ترى الحدود هتبقى فين؟ يعني هتبقى مخلص من اول قرايه الفاتحه، ولا من اول الخطوبه، ولا من اول كتب الكتاب؟ ما انت كل ما تتساهل كل ما هتلاقي نفسك بتزق الحدود اكتر شويه، لحد ما تتفاجئ انك بتخون مراتك اللي عندك منها 3 عيال. واتمنى انك ما تكونش عايز ده يحصل، لانه مش فارق معاك، غالبا مش هيفرق معاك باقي نقط الفيديو. لو عايز تعود نفسك على الالتزام وانك ما تبصش لبره، يبقى لازم تبدا دلوقتي. ولو مش هتعرف تعمل ده النهارده، يبقى غالبا مش هتعرف تعمله وانت متجوز. ثالثا، لو ركزت هتلاقي ان كل صناع المحتوى اللي بيقولوا لك عيش حياتك، صاحب، ارتبط، كلم دي وكلم دي، هم نفسهم اللي في فيديوهات تانية بيقولوا لك لازم تلتزم بالتمرين، كل اكل صحي، اصحى بدري، ابعد عن السوشيال ميديا، ما تتفرجش على بورن. بيقولوا لك لو عايز تحسن من نفسك كراجل لازم تقاوم شهواتك، لازم تكبح رغباتك وتعمل الصح. ومع ذلك هم اللي بيقولوا كلم اكبر عدد ممكن من البنات وتسلى وفكر في شهوتك. وعلى فكره لولا ان الناس هتهاجمهم كانوا يقولوا لك تجاوز مع اكبر عدد من البنات. وهم فعلا بيقولوا لك ازاي تحضن وازاي تبوس وازاي تستعد لده. لو ده مش استسلام للشهوات يبقى انا مش فاهم حاجه. ازاي انك تطلب اكل من كنتاكي ضعف واستسلام لشهوه الطعام، وانك تتفرج على افلام بورن ضعف واستسلام لشهوه الجنس، لكن انك تنزل الشارع وتحاول تشقط بنات ما تعرفش عنهم اي حاجه عشان تصاحبهم 3 ايام وتلغي مخك وتعمل ما تمليه عليك اعضاء تانية، ده مش ضعف واستسلام للشهوه. انا مش قادر افهم. وحتى لو قلنا ان فلان وعلان ما قدروش يقاوموا شهوتهم في النقطه دي، يا عم ما انا كل فيديو بقول لك ظبط اكلك وقلل اكل من بره، ومع ذلك ساعات بتشوفني على ستوري انستجرام باكل ايس كريم. انا انسان زيك وبضعف، بس عمرك ما هتلاقيني بقول لك بلاش النهارده فراخ مشويه، كل فراخ بروست، او فاكس رز مسلوق، كل اندومي. عشان كده انا مش فاهم ازاي تشجع غيرك انه يضعف زيك، لا وتقولها كانك بتنصحه بحاجه هتفيده، كانك عايز مصلحته. طب على الاقل قول له ده غلط بس انا بعمله، قول له انا ضعيف، انا هيجان. زي قنوات الفود ريفيو وهو بيراجع وجبه من اي مطعم، ممكن يقول لك ان طعمه حلو وهيخليك مبسوط دلوقتي، وده المتوقع من اي شهوه، لكن مستحيل يقول لك ان الاكل ده هيحسن صحتك او هيفيد جسمك. هو معترف ان اللي بيعمله مضر على المدى البعيد، وده اللي الانفلونسرز بتوع الشقط بيرفضوا يعملوه. رابعا، في موردين مهمين جدا بيضيعوا منك لما تخصص جزء كبير من يومك للشقط والبنات، وهم الوقت، ودي اكيد انت فاهمها، والمشاعر، ودي ممكن ما تفهمهاش دلوقتي. ضياع الوقت واضح. واحد بيكلم 5 بنات اكيد هيكلم كل واحده نص ساعه في اليوم، هيخرج مع كل واحده مره كل اسبوعين او 3، يقعدوا 2 أو 3 ده غير الوقت اللي هيضيع في التفكير. كل ده وقت ضائع بدون عائد. ما استفدتش اكتر من لو كنت قاعد تلعب على ليج اوف ليجندز، يمكن على الاقل ساعتها كان هيبقى معاك اكونت قوي ممكن تبيعه بفلوس. بس المشكله الاكبر في رايي هي استهلاك المشاعر. لما ترتبط مره
واثنين وعشرة اكيد هتعمل معاهم نشاطات كتير كان المفروض تعملها لاول مره مع مراتك او مع اللي هتبقى مراتك، اول جواب رومانسي، اول خروجه في مطعم، اول مره تروحوا ملاهي، وغيرها من النشاطات اللي انت عملتها مع بنت واثنين وثلاثه. وللاسف مش عارف تاثير ده عليك في المستقبل لما تبقى متجوز وبتعمل مع مراتك نشاطات مختلفه وشايفها متحمسه وفرحانه، لكن انت بالنسبه لك عادي، مفيش جديد، عملتها مليون مره قبل كده. انت بالفعل استهلكت كل المشاعر اللي كان المفروض تحطها في العلاقه دي، عملت كل الذكريات بس مع ناس تانية غير مراتك اللي هتكملوا حياتكم مع بعض. خامسا، فقدان القيمة الروحية للعلاقات، وده مش هراء او اي كلام بيتقال، اظن انت عارف اني مش بتاع هري، بس تعال نفكر في سفرية نظيفة للمصيف. هل نظرة الشخص اللي بيسافرها مرة كل سنتين هي نظرة الشخص اللي بيروح الساحل كل اسبوع؟ هل الاتنين بيدوها نفس التقدير او حتى نفس القيمة في افكارهم وافعالهم؟ الاول بيستنى اليوم ده من قبلها بشهر، بيرتب مواعيده ويظبط دنيته ويجهز اللبس اللي هيروح بيه، لكن التاني بيروحها كانه رايح مشوار عادي، مشوار بيعمله كل يوم ملوش قيمة بالنسبة له، خروجه زي اي خروجه. بنفس المنطق لما تدخل علاقات كتير بيبدأ الموضوع يبقى مش مميز بالنسبه لك، ملوش قيمه روحيه، حاجه تقدر تعملها في اي وقت وعملتها كتير، حاجه كده تاديه واجب. وده هيبقى مشكله كبيره لو حصل مع مراتك اللي انت عايز تكمل معاها حياتك وعايز تخلف منها وعايز تعمل اسره، بالذات لو انت شخص حابب تلتزم وحابب ان اسرتك تبقى من اهم اولويات حياتك، لان انت مش هتعرف تدي العلاقه دي مكانها المناسب في لسته اولوياتك، ما هي خلاص ملهاش قيمه، مش هتقدر تستثمر مجهود في العلاقه لانها بقت شيء غير مميز، حاجه بتعملها كل شهرين، حاجه مش مستاهله المجهود او التعب. طيب ملخص الفيديو، الدين بيقول حرام يبقى حرام، بس حتى لو ما كانش حرام كنت هقول لك برضه ما تحاولش تبقى زير نساء، ما تحاولش تبقى شقيط. الشقط وانك تكلم 20 بنت في نفس الوقت شهوه ممكن تبسطك دلوقتي لكنها هتضرك على المدى البعيد، غلطه هتندم عليها بعدين. لازم تبقى عارف ده ومقتنع بيه حتى لو قررت انك ضعيف ومش هتقدر تقاوم. زي الايس كريم اللي في ايدي كده، انا عارف انه هيضرني وعارف ان فيه سعرات كتير وزيوت نباتيه، بس ضعفت واكلته، مش هضحك على نفسي وابرر واقول ان الايس كريم مفيد للصحه عشان خاطر ما احسش بالذنب. انا عارف ان المقاومه صعبه، بس ما تنساش ان الجزء الاكبر من الشعور الحلو اللي بتاخده من الموضوع بيجي لما تحس انك مرغوب بس، او لما تبقى متاكد انك لو كلمت واحده هتقبلك وهتعجب بيك. وده تقدر تعمله بانك تلبس احسن وتظبط شكلك وتظبط جسمك وتشتغل على نفسك وتعمل صحاب وتبقى اجتماعي، او تبقى راجل مش مان. وفي 100 فيديو عن القناه هيساعدوك توصل لده، بشرح لك بالتفصيل ازاي تعمل ده من غير ما تحتاج اي انتر اكشن مع اي بنت. بتبقى داخل اي مكان وانت عارف ان قيمتك كبيره وانك راجل بجد ومش محتاج تتاكد شخصيا من كل بنت عشان تعرف المعلومه دي. عايزك تفكر كويس، الشخص اللي بينصحك تبقى عنتيل، اللي بيقول لك تضيع وقتك ومشاعرك وتخلي العلاقات العاطفيه بلا قيمه او معنى، اللي بيقول لك تستسلم لشهواتك وتبقى عديم المبادئ وتكذب وتخون وتعمل اللي لو اي بنت عملته انها تصاحب كل شهر ولد جديد وترتبط بيه بغرض التسليه هتقول عليها انها شمال. اللي بينصحك ده عايز مصلحتك ولا عايز ريتش؟ عارف ان نفسك في الحاجه دي زي ما نفسك في اي شهوه من شهوات الانسان، فبيستغل النقطه دي فيك، بيستغل احتياجك ده لمصلحته الشخصيه. مش مهم انت هتبقى ايه، مش مهم المجتمع اللي هيبوظ، المهم الشهره والنجاح والفلوس ليه هو بس. انا مش بقول ان اي حد يكلمك عن البنات والارتباط هو شخص وحش وعايز يأذيك، ممكن ما يكونش واخد باله من كل النقط دي، وممكن يكون شايف انك راجل من حقك تستمتع. فحاول تفصل بين كرهك للشخص وكرهك للمحتوى. واحد بيديك نصايح مش كويسه في حته العلاقات، بس بيديك نصايح حلوه جدا ومفيده في جزء الاكل والتغذيه والجيم، خد منه الحلو وسيب الوحش. كلنا ممكن نتكلم ونقول لك تسمعنا، بس دورك انك تفلتر الكلام وتفكر وتشوف ايه فيه مناسب لمبادئك وافكارك واللي انت شخصيا عايز تطبقه في حياتك، او زي ما بيقولوا عقلك في راسك تعرف خلاصك. وسواء كنت موافقني في كلامي مقتنع بيه او كنت معترض وشايف اني بقول كده عشان مفيش بنت معبراني يعني ديفينس ميكانيزم، او كان الموضوع مش فارق لك اصلا والبنات تحت رجليك، عايزك تكتب لي رايك في الكومنتات. خلينا نتناقش، انتشار محتوى الشقط والبنات ليه تاثير ايجابي ولا سلبي على الفرد وعلى المجتمع اللي انت عايش فيه ككل؟ شكرا لحسن استماعكم، سلام عليكم.